تعالي اتفضلي. لا اني مش هينفع اتفضل، اني همشي على طول. اني بس كنت في مشوار هنا في اسكندريه، فقلت ايه اعدي عليك الفلوس بتاعت صاحب الشقه. فلوس؟ طب تعالي ادخلي، مش هنتكلم من على الباب. تعالي اتفضلي. بجد مش عارف اقول لك ايه يا سحر، معلش. أنا مكسوف منك والله يا سحر. ما بلاش كلام عبيط، خد فلوس الراجل واخلص من قرفه. طب اقعدي استريحي. لا ما هو اني لازم امشي بسرعه عشان ما اتاخرش على احمد، وبعدين يعني ورايا حاجات. في ايه يا سحر؟ اقعدي استريحي. مش هينفع والله يا سامح. انت بتهزري؟ احنا ما تقابلناش بقالنا سنين، ولما نتقابل يبقى على الطاير كده. خلاص اني ممكن اقيس واقعد 10 دقايق بالظبط، بس عندك شاي نشربه ولا كله من الحاجات المنيله اللي انت خبيتها دي؟ عندي، تعالى اعمل لك شاي. وحشتيني قوي على فكره. يا ابني بطل الكلام ده، أنا هشرب الشاي وهمشي على طول. البقين دول بقى بحوشهم لحريمك اللي بيجوا يسيبوا حاجتهم هنا عادي. انت ايه ما شاء الله عليكي رادار. هي انت تاخدي بالك من الحاجات دي امتى اصلا؟ فين بقى المصايب دي علشان نداريها؟ لا يا اخويا بدور عليها وداريها براحتك، كمان يبقى انزل. يعني ال10 دقايق خلصوا، لازم انزل. انت مجنونه؟ ما هو اني لازم افوت على وليد عشان اشوف كام حاجه في الشقه. طب الفلوس لما تجيلي هتعدي عليا تاخديهم؟ ماشي، يلا سلاماني بقى.